فأي بأس في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان هذا بين المسلمين قبل 800 سنة إلى يومنا هذا، وافق عليه المسلمون علماؤهم وعامتهم المحدثون والفقهاء والصوفية والمفسرون. وكان الملك المظفر ملك إربل أول من أحدث عمل المولد، وكان تقيا صالحا، وكان يطعم الطعام على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ذلك الحفاظ والمحدثون. فلماذا ينكر نفاة التوسل الاحتفال بمولد خير الأنبياء أفضل الخلق عند الله تبارك وتعالى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يحتفلون بيوم الشجرة ويكفرون عامة المسلمين الذين يصلون على النبي جهرة بعد الأذان، ويكفرون المسلمين ويحرمون عليهم عمل المولد، ويقولون هذه بدعة محرمة. هؤلاء يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتفلون بيوم الخشب ولا يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام.